صباح الفل والجمال. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو احب افكركم ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك عشان تدعموني وعشان ده بيفرحني ويساعدني، وشكرا ليكم طبعا. اولا تاني حاجة، النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي 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 للمكرونة البشاميل بطريقة سهلة وبسيطة وحلوة قوي عن تجربة. يلا بينا نبدأ بالمقادير ونقول بسم الله. اول حاجه عندنا هنا لحمه مفرومه، هي كانت مجمده، انا طلعتها من الفريزر تفك شويه. ومعانا كوسه مبشوره، حقيقي طعمها حلو قوي وهتدي لون حلو للحمه المفرومه ومفيده كمان للاطفال. معانا بصل متقطع مكعبات، جزر مبشور، ومعانا فلفل حامي وبارد مع بعض. حابه تستغني عن اي حاجه مفيش مشكله. والتوابل اللي معانا بقى فلفل اسود، توابل لحمه، قرفه، ملح. حابه تحطي بابريكا مفيش مشكله، بس انا عشان احط معلقتين صلصه فاستغنيت عن البابريكا. اول حاجه بتجيبي صينيه او طاسه اي حاجه عندك، تحطي فيها معلقتين كبار من السمنه وعليهم اللحمه المفرومه الاول تاخد صدمه كده وتغير لونها. انا بحب الطريقه دي قوي، بحب اشوح سواء لحمه فراخ اي حاجه، احب اشوحها الاول وبعد كده احط عليها بقيه المكونات. اول ما اللحمه بتاخد معانا لون بنبدا بقى ننزل المكونات اللي معانا. اول حاجه هننزل البصل اللي احنا مقطعينه مكعبات، بنشوحهم مع بعض كده بحيث ان البصل يدبل، واول ما بيدبل ويبدا اللي هو يصفر كده شويه وبس، وبعد ما بياخد لون ويغير لونه بقى على طول بننزل عليه بالكوسه. الكوسه حقيقي لو في حد ما بيحبهاش في البيت قطعيها شرايح بالشكل دوت في اي وصفه. اولا طعمها مش بيبان، بتدي لون حلو، وكمان بتبقى خفيفه كده ومفيده كمان في نفس الوقت. بننزل، انا حبيت انزل بالفلفل مع الكوسه في نفس الوقت عشان الاتنين بياخدوا وقت شويه على ما يتبلوا. نزلتهم واديهم تقليبه مع بعض كده، وهسيبهم حوالي 3 دقايق مع بعض يتبلوا. بس فعلا لو انتي في اي وصفه فراخ لحمه حبيتي تعملي كوسه وفي حد ما بيحبهاش ابشريها، بجد هيبقى طعمها حلو وما بيبقاش ليها طعم باين، وكمان شكلها مش بيبقى باين كمان، وبتدي طعم حلو ولون حلو للاكل. هننزل بقى عليهم بالطماطم، انا عشان بحب المكرونه بالبشاميل يبقى فيها سنه حمار كده، فبحب انزل عليها على اللحمه. وبعد كده هنزل بالتوابل اللي هي الفلفل الاسود، قرفه، توابل اللحمه، والملح. حابه تضيفي بقى شطه، اي توابل انت حباها براحتك. وهنقلبهم كده مع بعض. انا بحب احط القرفه عشان بتضيع اي زفاره، وكمان ريحتها كده وطعمها حلو بالنسبه لي. بس بنزل بقلبهم كده تقليبه حلوه، وهنزل عليهم بربع كوبايه من الميه، بحيث لان الصلصه دي اولا متسبكه، فاللي هو يعني اسيبها شويه، فعشان كده هنزل عليها بكوبايه، ربع كوبايه من الميه عفوا. وبعد كده هغطيها واركنها مع بعض. بس قبل ما اغطيها واركنها هنزل عليها بالجزر، طبعا ده سبته اخر حاجه عشان الجزر بمجرد ما انت بتنزليه على المكونات بيدبل وما بياخدش اي وقت. بصوا ما شاء الله الالوان حلوه قوي وتفرح، ويعني شكلها كده اللي هو ياكلك عامه، انت مجرد ما انت شايفه كده عايزه تاكلي على طول. بس هنغطيها ونركنها بقى على النار ونوطي النار عليها. هنا بقى في حلة حطينا 3 معالق كبار من السمنة، عليهم 4 معالق من الدقيق. انا لقيت السمنة قليلة على الدقيق فحطيت عليها سمنة تاني. حطيتهم بقى، بحب اسيبهم يتشوحوا شوية صغيرين، مش وبتفضلي تقلبوا فيهم كده. اهم حاجة في البشاميل طول ما انت بتعمليه ما تسيبهوش وتروحي تعملي حاجة تانية عشان ما يكلكعش، وكمان تاخدي بالك منه عشان اوقات بيلزق من تحت. فاحنا هنا بنقلبها بقى كويس عشان تتشوح، وهنزل عليها. انا هنا في البشاميل استعملت نص كيلو من اللبن، طبعا سخن عشان ما يكلكعش معانا والدقيق يفك بسرعة. اول ما نزلنا باللبن هنقلب بسرعة جدا، يعني بسرعة بسرعة نفضل نقلب بسرعة. هتلاقيه تقل معاكي اهو، ثانية الا ثانية وهتلاقيه تقل قدامك اهو، بدأ يتقل. المهم تفضلي تقلبي ما توقفيش تقليب، وتكوني مجهزه الحاجات اللي انت هتزودي بيها. انا زودت البشاميل دوت، طبعا انا حطيت نص اللبن، نص كيلو لبن كله، وزودته بالشوربه. حقيقي حقيقي انك تعملي البشاميل سواء باللبن بس او لبن وشوربه طعم بيبقى في حته تانية. انا استعملت لبن وشوربه، كانت شوربه لحمه. حقيقي حلوه حلوه قوي، واصلا مفيده وطعمها خطير. انا التوابل عملتها في الاخر وما حطيتش توابل كتير عشان طبعا الشوربه متحيقه، فحطيت ربع معلقه من الملح وربع معلقه من الفلفل الاسود. واكتشفت بقى بعد محاولات كتير لعمل البشاميل، طبعا اوقات كتير باظ مني واوقات بقى كويس،
اكتشفت ان ده احسن قوام لعمل البشاميل، بجد طعمه بيبقى حلو، لا هو جوسي قوي ولا هو ماسك قوي، لا كويس. بس كده هي شكل اللحمة بعد ما فضلنا مغطيينها وموطين النار عليها وتبلت كل حاجة فيها، بجد شكلها جميل وطعمها اصلا كان تحفة. وادي البشاميل. دلوقتي بقى هنبدأ نرص الصينية. انا اول حاجة في الصينية اللي انا عملت فيها اللحمة المفرومة، نقلت كمية اللحمة المفرومة في طبق، وخدت الصينية زي ما هي حطيت فيها طبقة من البشاميل، عليها طبقة من المكرونة بالشكل دوت، وهنفردها كويس قوي في الصينية. بعد كده هننزل عليها بنص كمية اللحمة المفرومة، او على حسب الصينية بتاعتك هتاخد قد ايه. ما شاء الله اللحمة كانت يعتبر ربع كيلو، وعملت معانا كمية حلوة عشان الاضافات اللي احنا ضفناها، وبجد طعمها كان حلو قوي، غير ان هي طبعا مفيدة عشان فيها كل العناصر الغذائية. بعد كده هنفرد اللحمة كويس قوي ونحط في الاماكن اللي ما تحطش فيها، وهننزل عليهم بطبقة من البشاميل. انا حطيت طبقة بشاميل في القعر خالص، وعليها طبقة مكرونة وطبقة لحمة مفرومة، وعليها طبقة من البشاميل كمان، وهنحط طبقة خفيفة من البشاميل على اللحمة، وبعد كده هنحط طبقة من المكرونة عليها، وهنحط بقية كمية البشاميل هنحطها، ونحاول نغرز كده معلقة ولا سكينة عشان الصوص ينزل تحت شوية. وبعد كده هندخلها الفرن شوية، حوالي كده ربع ساعة تلت ساعة على النار تحت. وبعد كده هنطلعها قبل ما تنزل تحت الشواية، نكسر بضاية عليها شوية فلفل اسود، نضربهم كويس ونحطهم على الوش وندخلها تحت الشواية. والف هنا وشفا بقى لما تطلعوها. وده شكلها النهائي، وبجد كان طعمها حلوة أوي ولذيذة. وبس كده خلصنا الفيديو. قبل ما نخلص خالص، اتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم. ما تنسونوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ولايك حلو زيكم، كومنت كده عشان تشجعوني، ونتقابل في وصفه جديده. باي باي.